لا بد لكل إنسان من أن يجد ولو مكانا يذهب إليه، لأن الإنسان تمر به لحظات لا مناص له فيها من الذهاب إلى مكان ما، إلى أي مكان. هل تدرك ما معنى أن لا يكون للإنسان مكان يذهب إليه؟ هذا الكلام وهذا السؤال المؤلم حقا ورد على لسان مارميلادوف في رواية دوستويفسكي الخالدة الجريمة والعقاب. تمتاز كلمات دوستويفسكي بأنها صالحة لنسقطها على الكثير من المواقف في حياتنا، وحتى على قدرتها على تلخيص حياة إنسان تلخيصا كاملا لتصبح هي العنوان لحياة أحدنا وبمنتهى السهولة. دعنا يا صديقي نعيد طرح السؤال بعيدا عن مجريات القصة وبعيدا حتى عن شخصية مارميلادوف، فقط نكتفي بالسؤال ونعيد طرحه في وقتنا الراهن. هل تدرك ما معنى أن لا يكون للإنسان مكان يذهب إليه؟ المقصود هنا بلا شك يا صديقي العزيز ليس بالضرورة مكان جغرافي، بل من المؤكد أنه ليس مكان جغرافي، وإنما مكان في قلب أحدهم، شخص يكون لك الملجأ وينجح في احتواء كل ما تمر به. وهل عدم وجود هذا الشخص مؤلم؟ هل يهم كثيرا؟ أهو أمر ضروري؟ علينا أن نسأل شخصا من أبناء جيلنا مر بأزمة ما ففتح قفل هاتفه النقال ليتصل بأحد ما ليتكلم معه، يحدثه عما يجري معه، فلم يوافقه قلبه على اختيار شخص واحد فقط من بين 300 رقم محفوظ في الهاتف لم يجده. لك أن تتخيل صعوبة الأمر أو تعتبره مجرد مراهقة عاطفية. صورة أخرى، دعنا نسأل فتاة أو شاب من شباب اليوم الذي يقضي أغلب وقته في مواقع التواصل وعنده الآن 5000 صديق، وعندما ضاقت الدنيا به عرف أنهم عدد لا أكثر، وبقي قلبه فريسة للوحدة وغياب المستمع. صورة أصعب، وتظهر عظمة دوستويفسكي بشكل أوضح. هذا السؤال والذي طرحه مارميلادوف على بطل الجريمة والعقاب راسكولينكوف كان في الحانة، أي أن البوح وخروج الكلام من القلب وبهذه الشفافية كان لشخص غريب وليس لشخص من داخل أسرة مارميلادوف المتعبة أصلا. والآن، هل تعرف معنى أن يكون أهل بيتك هم أقل الناس قدرة على فهمك؟ هل تعلم حجم الجحيم الذي يعانيه شخص يخفي ما بداخله عن أهل بيته؟ الخوف من الاستهزاء به، أن ينبذوه، أن يحاولوا إقناعه بالعكس، أو ببساطة ألا يهتم من الأصل. هل تعرف سيدي الكريم ما معنى ذلك كله؟ هناك قصة لتشيخوف واسمها لمن أشكو كآبتي، عن حوذي ابنه مات ولا يجد أحد في الدنيا يحكي له عن ابنه. كلما ركب معه في العربة أحد يقول له: هل تعلم بالمناسبة ابني مات هذا الأسبوع؟ ولا يلتفت له الراكب. يحاول مرة أخرى أن يثير انتباهه: إنها الحمى، رقد 3 أيام في المستشفى ثم مات. لا يلتفت له الراكب، بل يقول له: هيا أسرع لنصل بسرعة. وجوده مهدر هذا الكائن الضعيف المقذوف به بعيدا عن هذا العالم، تم قطع جميع ما يربطه فعليا بالمجتمع والناس. لا يربطه بهذا العالم إلا حكاية حزينة يريد فقط أن يحكيها ولا يجد أحد ليحكيها. عندما يركب معه راكب جديد يستغل أي حديث ليعيد مرة أخرى: هل تعلم بالمناسبة ابني مات هذا الأسبوع. هذا الإنسان المهدر وجوده، مهدرة حكايته، مهدرة أحزانه. هؤلاء الذين يستغلون أي فرصة في المواصلات أو أي حدث ليحكوا مرة أخرى حكايتهم الوحيدة. حكايتهم هي دليلهم الوحيد على أنهم وجدوا يوما، أنهم عاشوا فعلا، خائفون من هذا العالم البارد والمتجاهل،
العالم الذي لا يلقي لهم أي بال. عندما يتركه الراكبون الذين رفضوا الاستماع لحكايته، يظل طويلا يحدق في أثر العابثين وهم يختفون في أثر المدخل. وها هو وحيد من جديد، ويشمله السكون والوحشة التي هدأت قليلا تعود تطبق على صدره أقوى مما كان، وعيناه تدور في الآلاف العابرة. ألا يوجد في هذه الآلاف من يستمع إليه؟ ولكن الجموع تسير دون أن تلاحظه أو تلاحظ وحشته، وحشة هائلة لا حدود لها، وحشة لو أطلقت على العالم لأغرقته. مع هذا لا يلاحظها أحد. يسير الآلاف في الشوارع كوجوه مدبرة، وجوه بلا عيون حقيقية، وجوه بلا ملامح، تحتك به عن غير عمد ثم تكمل طريقها. يحاول أن ينبش هذه الوجوه ليكتشف وجهها الإنساني الآخر، أو تكتشفه هي، ولكن لا شيء، لا أحد يستمع إليه، بل ربما كان وجهه هو إلى الداخل. لقد أهدره العالم للأبد، حكم عليه بأن يشاهد موته قبل أن يموت. عبور التاريخ على جثته لن يستمع إليه أحد. هذه الكائنات المعذبة الحزينة القلقة والخائفة من هذا العالم الوحشي البارد، التي تنضم لأي جمع تحتك به لتحس بأي دفء، أي دفء زائف، أي استماع غير مبالي لحكايتها، المتحمسون لأي نقاش لمجرد أنه يوجد من يناقشونه أخيرا، أن هناك اعتراف ولو مؤقت بوجودهم. يرفعون أيديهم ويصرخون لجذب انتباه أي أحد، يدخلون معارك عبثية مع الناس حتى لو تم ضربهم وسبهم. يعدون هذا اعترافا بوجودهم، فضلا عن الدفء الذي يأتي بعد الضرب. يبتسمون بعد عودتهم لو شتمهم أحد أو ضربهم. وإن يظلوا ينظرون للجموع الغفيرة التي تستحيل وحوشا لا تلقي لهم بالا، ويموتون دون أن يجدوا من يشكون لهم كآبتهم. كائنات مهدرة. هل هكذا هي فعلا حياتنا؟ ألهذه الدرجة بلغت بنا العزلة؟ يجيب دوستويفسكي: العزلة التي يعيش فيها البشر وتتجلى في جميع الميادين، ولا سيما في عصرنا هذا. إن عصر العزلة هذا لم ينتهي، حتى أنه لم يصل إلى ذروته. إن كل إنسان في هذا العصر يجهد في سبيل أن يتذوق الحياة كاملة، مبتعدا عن أقرانه، ساعيا إلى السعادة الفردية. ولكن هيهات أن تؤدي هذه الجهود إلى تذوق الحياة كاملة، فهي لا تقود إلا إلى فناء النفس فناء كاملا، ولا تقود إلا إلى نوع من الانتحار الروحي بعزلة خانقة. لقد انحل المجتمع في عصرنا إلى أفراد يعيش كل منهم في جحره كوحش، ويهرب بعضهم من بعض، ولا يفكرون إلا في أن يخفوا ثرواتهم عن بعض، وهم يصلون من ذلك إلى أن يكره بعضهم بعضا، وإلى أن يصبحوا جديرين بالكره هم أيضا. نصيحته لك: ابحث عن ملجأ، فأنت ستحتاجه ما دامت الحياة ساحة حرب مستمرة. كيف يمكن أن يكون أحدهم مكانا أذهب إليه؟ ستصبح مكانا لي وملجأ لي بالفعل. عندما أجدك دون أن أضطر للنداء، تأتي قبل أن ألوح. الحب أن يسبق سؤالك دمعي، وصوتك حاجتي. الحب أن تعطي لأنك تريد لا لأني أريد. وما أشد قناعة دوستويفسكي حين يطلقها للعلن مدوية وبأقوى صوته، مكتفيا بإنسان واحد فقط، بشرط أن تتوفر فيه ميزة يعتبرها الأكثر أهمية. معك أستطيع أن أتكلم في كل شيء، في كل شيء، حتى في أخطر الأمور شأنا إذا حال لي ذلك. وعليك أنت من جهتك ألا تخفي عني شيئا في يوم من الأيام. أريد أن يكون هناك إنسان على الأقل أستطيع أن أكلمه في كل شيء كأنني أكلم نفسي.